اليوم كل الدول التي شاركت في مجلس الأمن في التصويت على هذا القرار اللي خرج البارح تاع مجلس الأمن، كل الدول اللي شاركت فيه أصدرت بيانات. دوكا خرجت انت تحتفل وراك تقول مدوا لي الحكم الذاتي، واحد يقول لا مدوهولوش، واحد يقول لك راح يديروا استفتاء تقرير مصير، الدعوه ملخبطه معليش، ولينا ما نعرفوش نقراو، يعني بيان واضح باين دخلوا لنا في هذه وهذه واخترقوا الرأي العام وضللوا الرأي العام وكذبوا عليه، والرأي العام اليوم لا غالب راه ما عرفش شكون يامن، ما عرفش تلمود خلطت عليه منه من. هي المفروض تولوا للمصدر وتروحوا لمجلس الأمن الموقع تخرجوا الورقة تراوها انت قم أمة اقرأ مكتوبة بالعربية بالفرنسوية بالإنجليزية بالهندية باش تحب. نبداوها بالدول المشاركة في التصويت تكشف كذبة المخزن والإعلام العبر عربي. الدول التي صوتت بنعم وش راهم يقولوا كلهم في المجموع، راهم يقولوا صوتنا بنعم لتمديد المينورسو، تمديد المينورسو. اسمعوا مليح. اولا نبداو باللي سقسيتوني عليها وتقولوا لي سلوفينيا اللي راهم زعما صحابنا وعطينا لهم غير كيما درنا لهم خط تجاري بحري باش نبعثوا لهم الغاز المسال وزعما صحابنا سلوفينيا خدعونا، قال خدعونا في مجلس الامن. سلوفينيا صوتت لصالح القرار دعما لبعثة المينورسو فقط. فهمت سلوفينيا، تعرف تقرا. سلوفينيا ما تتبعش الجزيرة والعربية الحادث وسكاي نيوز وفهمت وشوف نيفي ولا شوف تيفي مش نعرف اسمها. سلوفينيا تقرا عبالها واش خرج، عبالها الورقة اللي وقعت عليها ولا اللي صوتت عليها. شوف سلوفينيا واش قالت لك: أنا صوتت لصالح القرار دعما لبعثة المينورسو فقط. أؤكد أن الحل يجب أن يكون عادلا ودائما ومقبولا للطرفين. ما عاونوش المروك، ما داروش حكم ذاتي، ما قصاوش الصحراء الغربيه، قال لك للطرفين. هذه سلوفينيا مش تقول علاش صوتت، هاوليك انا واش فهمت. سلوفينيا اذا ما تعرفش تقرا وريو لها، روحوا قريوها سلوفينيا، بس احنا ما نعرفوش. سلوفينيا ما تعرفش تقرا، روحوا قريوها. أشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. سلوفينيا تقول: أشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. قريتوا البيان؟ ما قريتوش على سلوفينيا؟ أنا جاي. نروح للدولة الثانية التي صوتت بنعم، الدنمارك. أعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا جيدا للتفاوض، أو أعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا جيدا للتفاوض. أوضح أن تصويت بالسيادة المغربية على الصحراء، اسمع مليح وش تقول دنمارك. أوضح أن تصويتنا لا يعني الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. يا يقول لكم الدنمارك يقول لكم روحوا تقراو، روحوا عاودوا القراية. دعونا إلى مفاوضات بنية صادقة بين الطرفين. هاي وش قالت هذه الدنمارك. نروحوا الغيانا سيسا. شددنا على أن أي حل يجب أن يوفر حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. شددنا على أن أي حل يجب أن يوفر حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. رفضنا ضمنيا تفسير القرار كاعتراف بالحكم الذاتي. رفضنا شو يقولوا هذه غيانا شراها تقول رفضنا ضمنيا تفسير يعني هذا الشيء اللي راه قالوا تفسيرات، تفسير الاحلام راكو ديروا المراركه ومحمد السادس الخطاب تاعو هذه كاع تفسير. انا ضمنيا تفسير القرار كاعتراف بالحكم الذاتي. كوريا الجنوبيه وش قالت؟ ان القرار لا يجب ان يفسر على انه يحدد مسبقا النقاط. اسمعوا مليح. كوريا الجنوبيه: ان القرار لا يجب أن يفسر على أنه يحدد مسبقا نتيجة المفاوضات. ثم قالت: الهدف من التصويت هو تشجيع قط. هذا ما كان. أيروح اليونان اليوم وش قالت؟ لاغريس قالت، والصومال والسيراليون في ثلاثة تقريبا كان عندهم بيان متشابه. عبرنا عن الأمر أن تنخرط الأطراف في مفاوضات بحسن نية. أكدنا على حل متفق عليه بين الطرفين. يروحوا الدول الآن الممتنعة عن التصويت اللي ما صوتوش. روسيا
القرار بأنه غير متوازن. امتنعنا عن التصويت لكننا لم نعرقل التمديد لإتاحة فرصة جديدة للسلام. روسيا قالت لك احنا ما درناش حق الفيتو، علاش؟ وامتنعنا، لم نعرقل التمديد لإتاحة فرصة جديدة للسلام. دعونا إلى حل يمكن سمعوا مليح، هذه روسيا واش قالت؟ دعونا إلى حل يمكن الصحراويين من موقع تقرير المصير. هذو الرواسة راهم يقولوا ماشي احنا، صح؟ أي روح الصين اللي خدعتنا، قالوا تقولوا خدعونا كاع، يخدعونا صح. الصين دعمنا تمديد المينورسو فقط. الصين يهضرها ديريكت، بلاد فلسيف. دعمنا شو لعبك شو يبان عربي الصين، هذا يخمم كيما احنا، راح ديريكت للموضوع. شو الصين واش قالت؟ دعمنا تمديد المينورسو فقط. هذا ما كان، ما عندوش الوقت باش يهضر بزاف. امتنعنا عن التصويت لأن القرار لم يأخذ مواقف الأطراف بشكل كافي. امتنعنا عن التصويت لأن لأن القرار لم يتخذ مواقف الأطراف. يعني القرار قال لك نروح نصوتوا على الحكم الذاتي يكون أو لا يكون، لكن ما خديناش بعين الاعتبار الطرف الثاني اللي هو الصحراء الغربية. شوف الصين كيفاش قالت، الصين ما خدعتناش وما خدناش الصحراء الغربية. امتنعنا، شأنها الجزائر، امتنعنا عن التصويت لأن القرار لم يأخذ مواقف الأطراف بشكل كافي. أكدنا أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد للحل. باكستان واش قالت الباكستان؟ امتنعنا لأن القرار لم يتناول مبدأ تقرير المصير بوضوح. شوفوا باكستان واش قالت. ياش كوبيستان ياش كوبيستان، ها باكستان يتهضر عليكم. انا باكستان هاي زاد فضحتكم. واش قالت باكستان؟ امتنعنا لأن القرار لم يتناول مبدأ تقرير المصير بوضوح. صح، ما تناولوش بوضوح. دوك ما على بالناش تقرير المصير هذا وشنو. اسكو تريد الاستقلال ام لا؟ ام تريد الحكم الذاتي ام لا؟ يعني انت صحراوي كنت مستعمر وحاب تستقل ولا لا؟ ام انت مروكي وراك حاب تنفصل وتصير دير بلاد وحدك؟ يعني بكري كنت مروكي، هذه واعره تاع بكري كنت مروكي واليوم وليت صحراوي، سي كراف. مام يعطوك استقلال ما فيهاش بنا، باسكو ليتيكات هذيك تاع كنت مروكي بكري شغل. راني قلت لك جو بريفير مجلس الامن يعاود الجلسه ويدير النظريه تاع داروين، قال انا كنت قرد بكري، كنت قرد وديفلوبيت وليت بنادم، ولا كنت مروكي. يا خويا قرد نورمال خام قرد خاسئ. باكستان واش قالت هذيك الصينه؟ امتنعنا لأن القرار لم يتناول مبدأ تقرير المصير بوضوح. شددنا على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة في هذا الصدد. شددنا على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة في هذا الصدد. ميثاق الأمم المتحدة واش يقول؟ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. الجزائر من الذين لم يصوتوا كذلك واش قالت الجزائر؟ يعني الجزائر خليتها لكم مع الاخرانيه، ما حبيت نذكرها الاولى. الجزائر واش قالت؟ رفضنا شرعيه العمليه السياسيه الحاليه. العمليه السياسيه سماتها، هي عمليه سياسيه رفضناها. اكدنا ان الشعب الواقع تحت السيطره الاستعماريه هو وحده من يقرر مصيره، وحده من يقرر مصيره. هذه الجزائر واش قالت في البيان تاعها؟ انتقدنا تجاهل مقترحات جبهه البوليساريو. الجزائر انتقدت اقتراحات أو مقترحات جبهة البوليساريو. الآن الاستثناءان اللي صوتوا بكذا بلا الاستثناءان هما الولايات المتحدة وفرنسا، الوحيدان اللذان اعتبرا القرار يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي. فرنسا والامريكان هما الاستثناء فقط، او الاستثناءان فقط اللي في التصريحات تاعهم بعد التصويت واش قالوا؟ الامريكان وفرنسا الوحيدان اللذان اعتبرا القرار يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي. هذا ما كان. القراءة التحليلية النهائية: معظم الدول صوتت على تمديد ولاية المينورسو فقط وليس على الحكم الذاتي. القرار إجرائي لا يحمل اعترافا بالسيادة المغربية. قرار إجرائي فقط لا يعترف بالسيادة المغربية. حق تقرير المصير بقي المبدأ